أول دور عملته كان مع عمر الشريف. أنا اتفاجئت طبعا بشخصية عمر الشريف. هو قربنا من بعض، يعني بقينا يعني تقريبا شبه أصدقاء. اتفاجئت إنه عنده مكتبة من أعظم المكتبات اللي فيها كتب عن الفن والدراما، فلقيته فنان مش واخد المسألة منظر بس، مش عشان عينيه وعشان وسامته، ده واخد المسألة عشان فعلا يغذي دماغه وثقافه وفهم. فقربنا من بعض كتير، يعني لدرجه ان انا كنت بجيب له المحاضرات بتاعه المعهد، انا كنت في المعهد وقتها، وكان له راي في الاداء. شويه كان في مدرسين للتمثيل، ناس بتدرس تمثيل كده بره طبعا المعهد، في مبالغه شويه في يعني انا بحبك، هو يقول لي زي واحد يقول كده الاداء المتتالي المتصاعد زي الواحد يقول كده قدام الكاميرا ازاي؟ يعني مش مقتنع انا. قلت له فلا عندك حق طبعا، الكلام ده كان زمان لما كان الواحد بيقف على المسرح ومفيش ميكروفون وصوته لازم يغطي، تسمع اللي ورا خالص، يغطي صوت الترماي اللي بره. الغريب بقى انه بعد ما عمر الشريف بقى فنان عالمي، سافر وكده، واحنا كنا في سفريه مدعوين لبيت السفير المصري في بيروت. فلأول مرة عمر الشريف يجي من بره بعد ما بقى فنان عالمي. وانا داخل من الباب بعد ما سلمت على حرم السفير والسفير، وبشوف فريد شوقي فين بقى عشان اقف اتكلم معاه وكده، فعيني جت في عينين عمر الشريف، كان واقف معاه كمال الملاخ الله يرحمه وجليل بنداري ومدام فاتن وكده، فعينه جت في عيني، فانا قلت مش ممكن يكون فاكرني يعني. يعني انا بدلل لك على اللي جوه الفنان عمر الشريف، يعني من انسان كبير يعني. وان ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاله الفرص دي كان مظبوط انه يستاهل يعني. فلقيت اسمي يوسف، وبعدين بصيت كده لقيته هو اللي جاي لي جري وخدني بالحضن وبس ازيك وانا مبسوط قوي وبقرا عنك وبتاع، واخد بالك ما تقابلناش بقالنا يمكن 5 سنين او 6 سنين. ف يمكن ده غير نظرتي لحاجات كتير يعني. شفت البني ادم الكويس من جوه، وانه ازاي يستاهل ده اللي وصل له، وما نسيتهاش يعني. دي ما نسيتهاش بالنسبه لقياسي للبني ادمين بعد كده.